أمي وأبويا ضربوني علشانك. أبويا قال لي يا فوزية خلي بالك ما تركبيش العربية، خلي بالك لا يخطفوك وانت صبية، خلي بالك. أمي وأبويا ضربوني علشانك. إيه الحلاوة دي يا أم رحاب يا عسل؟ والنبي ده انتوا اللي عسل والله العظيم. هنخزن الكرنب يا قلبي والله، هنخزن الكرنب النهارده بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. شايلين على راسنا وشايلين على إيدينا، وأحلى تخزين كرنب. خزني يا عسل الكرنب بتاع الشتاء وتفضلي طول السنه تاكلي منه مسكر ومعسل، عشان الكرنب الصيف بيبقى خفيف ومدود وبيبقى مش حلو ولا لطيف خالص خالص. فانا بلفت نظرك ان في تخزين كرنب الايام دي. كل سنه وانت طيبه وبخير وهنا وسعاده يا رب العالمين. احلى حبايب ام رحاب اللايك والكومنت واشتراك في القناه يا عسل ينجبر خاطرك ويسعد قلبك. الا بالله احلى كرنب يا اولاد، احلى كرنب شتوي بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. احلى كرنب شتوي كده. كل سنه وانت طيبه وكل عام وانت بخير، وتعملي احلى كرنب كده المسكر يا مسكره. شيل دول دلوقتي وحطهم لهم. خدي بالك تعمليها كده ماشي، تقلبيها كده ماشي اهو ماشي. خليكي معايا. هنقطع نيجي على على بتاع العرق التخين ده كده ونقوم قاطعينه اهو. قطعناه ويطلع متساوي زي ما انت شايف كده، ونقوم عاملين زي اللي بنفصل جلابيه كده، ونحط كذا واحده اهو، ونقوم قلبينها كده اهو زي اللي بنفصل جلابيه، ونقوم قاطعين الحرف ده كده. واللي مش عارفه بقى اللي هي مش عارفه اقطع الورقه قد ايه، اعمل ايدي كده اهو الاربع صوابع دول، واقوم عاملاهم كده اهو على الكرنبايه، وعينه كلها نظر، اقوم جايه من هنا واقوم قطعه. واحط بقى في واقوم قلبه بقى واحط في الطبق، اي طبق بقى اعمل كده. لو انا هعمل كتير واخزن وارص بقى في الاطباق كده يا زينب اهو يا حبيبه قلبي، والف بقى بالاسترتش كده، واخزن احلى كرنب من مسكر العسل ده اهو. ولا يبقى مجلد زي الناس اللي بتقول لك بيبقى مجلد، مفيش الكلام ده اصلا عند ام رحاب. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. لو حد عايز اي طلب مني انا وياك مش هتاخر عنكم. صلاه على النبي صلاه على النبي. خلصنا خلصنا الحلويات الودهين حلويات. شايفين يا اولاد احلى تخزين كرنب من ام رحاب يا اولاد. ولسه بقيت الصاج ده كله طبعا. ده تعالي معايا شوف الشوكولاته والعسليه والحلويات، والنبي تشوف ام رحاب كده وحلاوتها وجمال تخزين الكرنب. وما ادراك ما تخزين الكرنب الشتوي المعسل المسكر كده. اوعي تنسي كده بفكرك بيه ان في تخزين الايام دي يا عسل. ربنا يصلح حالك. مفيش احلى من انك تخزني الخضار الشتوي في بيتك، هينفعك في الصيف. كل سنه وانت طيبه. على النبي، واللي يصلي على النبي يكسب وحياته ان شاء الله كلها مكسب. والنبي شايفه الحلويات، شايفه الحلويات، شايفه الجمال. صينيه ورق كده متقطعه كده ومتجهزه على المحشي على طول. تقعد عندك طول السنه كده وتعبي في الاطباق. تعالي معانا كده يا عسل ونعبي في الاطباق الجميله اللي احنا مجهزينها دي كده. خليكي معانا كده ونشوف الجمال واللطافه والظرافه. نشوف كده ونعبي كده اول طبقين معاكي من الصينيه الجميله الحلوه دي. شايفه؟ وتشيلي بقى كده تطلعي الطبق ماشي. ام رحاب من العصر كده تعبت ماشي مش مشكله، بس هقعد سنه بحالها زي اليومين دول علينا وعليكي بخير مرتاحين من هاتوا كرنب ودوا كرنب. الكرنب غلي ولا رخيص؟ الكرنب موجود ولا مش موجود؟ لا انا اجري بقى بدل ما اجري على الشارع اجري فين؟ عندي على الفريزر بتاعي. يجيني ضيوف، يجيني هناك، يجيني عيد، يجيني دي، عندي حاجتي في قلب بيت. شايفه الشوكولاته يا ناس يا شوكولاته؟ شايفه العسل؟ انا بعمل قدامك عشان تجيب الكرنب الشتوي لا يعلى عليه، والخضار الشتوي برضه لا يعلى عليه. ما تتركيش ارمي البطانيه وقومي حطي شويه خضار من الشتوي وقلقاس وبسله وكرنب حاجات بالحلوه دي يا عسل، وخزناها عندك تبقى موجوده عندك طول السنه. الله الله الله
الله على نور الكهرباء. عملنا احلى كرنب وتخزين كرنب كل سنه وانتم طيبين. ما تكسليش يا قلبي. الخضار الشتوي حلو بيبقى مسكر حتى لو انت حاطاه في التلاجة. الخضار بيبقى في الصيف ما بيبقاش طعمه حلو من كتر الادويه اللي الناس حطاها له. الخضار الشتوي بيبقى رباني من عند رب العالمين، معسل ومسكر. جهزي نفسك كده وقومي من البطانيه واعملي كل شيء حلو. بتتعبي في الشتاء بس هتقعدي طول الصيفيه مرتاحه. عملنا كل شيء حلو وخزنا، قربنا نخلص تخزين الخضار وعملنا احلى كرنب وتخزين كرنب. كل سنه وانت طيبه. ما تنسيش الاشتراك في القناه يا عسل واللايك والكومنت الحلو. واقول لك ايه، كل سنه وانت طيبه.